السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم، قناة الحقيقة تي في، مع قضية جديدة. مساء يوم 22/4 من سنة 2018 طاقم عمل مسلسل جديد كان كيتصور بأبو ظبي، الإمارات. الكل استغرب تغيب وعدم حضور بطلة المسلسل التصوير في ذاك النهار، فقرر طاقم العمل والمخرج أنهم يتصلوا بالممثلة والفنانة المغربية وئام التحماني. ولكن للأسف فوئام التحماني ما كانش كتجاوب، الشيء اللي استغربوه كاملين، لأنه ماشي من عادتها تتغيب أو ما تردش على المكالمات الهاتفية. فهذا المسلسل كان غادي يكون من إنتاج الفنانة وئام التحماني، بعد ما قررت أنها تاخذ مغامرة الإنتاج وفي نفس الوقت كانت كتلعب فيه دور البطلة. المخرج وطاقم العمل هنا كيتقلقوا على وئام، فقرروا باش يدخلوا ويتصفحوا صفحات وئام التحماني على مواقع التواصل الاجتماعي باش يشوفوا لعل وعسى تكون حاطه شي ستوري جديد او شي حاجه من هذا القبيل. ولكن ما لقاو والو، رغم أنها كانت معروفة بتواجدها المستمر على منصات التواصل الاجتماعي. هنا زادوا تقلقوا وزادت عندهم الشكوك، فقرروا يمشيو عندها للشقة ديالها باش يعرفوا مالها. وفاش وصلوا للشقة المستأجرة اللي كانت مستأجراها وئام التحماني، دقوا الباب ولكن ما كانتش كتجاوب، فاضطروا انهم يعيطوا للشرطة. وفعلا حضرات الشرطة لعين المكان وتم فتح الشقة بالقوة. وفاش دخلوا تصدموا فاش لقاو وئام التحماني طايحة في غرفة النوم ديالها، فقلبوها وشافوا النبض ديالها، تما كيكتشفوا انها فارقات الحياة منذ ساعات. فشنو اللي وقع للممثلة والفنانة المغربية وئام التحماني، وعلاش ماتت بهذه الطريقة؟ وئام التحماني ممثلة ومغنية ومقدمة برامج مغربية، تزادت سنة 1983 بالمغرب وتحديدا بمدينة الرباط. عاشت وئام طفولة وحياة عادية مع الأهل ديالها. أمها هي الطاهرة بناني، والأب ديالها هو عمر التحماني، وكان عندها أخ واحد اللي كان كبر منها. كانت وئام متفوقة في المدرسة وجد مميزة. فلما وصلت وئام التحماني لمرحلة الثانوية، باها وامها غاديين يتفارقوا، لأن باها كان كيخدم في كندا وكان كيسافر بزاف، الشيء اللي خلى المشاكل تزيد بين الزوجين. فقرروا في الأخير أنهم ينفصلوا. بعد ما كملت وئام مرحلة الثانوية بالرباط وخدات البكالوريا، قررت هي وماماها والأخ ديالها الأكبر أنهم يغادروا ويمشيوا للإمارات. وفعلا بداو حياة جديدة تماك، والتحقات وئام التحماني بجامعة الشارقة تخصص هندسة بيئية. وفعلا بعد سنوات تخرجت وئام التحماني من الجامعة وكانت من ضمن الطلبة المتفوقين. هنا الأم ديالها غادية تكون زوجات في الإمارات، ولاو عند وئام جوج خواتات. العائلة كانوا فرحانين بتخرج وئام وكانوا باغينها تخدم في تخصصها كمهندسة بيئة. ولكن وئام كان عندها رأي آخر وبغات تولي مشهورة ونجمة كبيرة. وفعلا وفي سنة 2007 بدأت وئام التحماني كتقدم برامج صباحية لمدة 3 سنوات. وبالضبط في سنة 2010 وئام كانت مازال ما وصلت للنجومية والشهرة اللي كتمناها دائما. فهنا قررت وئام أنها تبدأ تغني، وفعلا نزلت أول أغنية لها بعنوان أهلا وسهلا. هذه الأغنية كانت مثيرة للجدل لأنها تصورات في الهند وكانت على الطراز الهندي،
يعني كان فيها استعراض ورقص. الشيء اللي ما عجبش الوسط ديالها العائلي والمحيط ديالها ديال الأصدقاء في ذاك الوقت. هذه الأغنية حققت لوئام الشهرة اللي كانت كطمح ليها دائما، ولكن مع هاد الشهرة خلصات وللأسف وئام التحماني ضريبة كبيرة، اللي هي الانتقادات الكبيرة اللي بقات كطاردها حتى ماتت الله يرحمها. ومن بعد هاد الأغنية فزادت وئام نزلات جوج ديال الأغاني آخرين، وكانوا كاملين على الطراز الهندي اللي كان كيعجب وئام التحماني بزاف. من بعد توجهات وئام مرة أخرى لتقديم البرامج، ولكن هذه المرة مع قناة زي أفلام. زي أفلام اللي معروفة بالأفلام الهندية والثقافة والسينما الهندية، فكانت كتجيب وكتحاور ضيوف هنديين مثل شاروخان والكثير. الشيء اللي غادي يساعد وئام أنها تولي عندها علاقات مع نجوم من الهند. وفعلا ففي سنة 2011 بدات وئام التحماني كتمثل في أفلام هندية، وتشهرات كثر وكثر، وبداو كيجيوها عروض ديال التمثيل كثر في الخليج، وبالضبط في أبو ظبي والسعودية. فمثلات مسلسلات عديدة خليجية، منها سيلفي وأصعب قرار. أصعب قرار اللي كان آخر عمل لها في سنة 2017. بدات وئام التحماني كتبان على أنها نجمة بوليودية ومشروع نجمة عالمية، الشيء اللي زاد خلاها تشهر كتر وكتر، وبدات كتبان في برامج تلفزيونية كثيرة في دول الخليج وكذلك في المغرب. وسط هذا النجاح كامل بدات كتعاني وئام التحماني من ضغوطات كثيرة ومشاكل كبيرة، ومن بينها أنها تمنعات من دخول دولة خليجية، وما كانتش وئام التحماني عارفة علاش، خصوصا أنها كانت غادية لديك الدولة باش تقدم برامج وتمثل. بانت وئام التحماني في لقاء اللي كان هو الأخير لها قبل وفاتها، وقالت فيه أنها كتعرض لمؤامرات كبار من طرف ناس اللي باغين يشوهوا صورتها ويحطموها. وكان باين على وئام أنها كانت حزينة بزاف ومتأثرة، وقالت انه كاينين شي صحابات يعني من المحيط ديالها اللي باغيين يجروها طريق الدعارة مقابل الشهرة والثراء وفرص عمل كبيرة. وفي بداية سنة 2018 بداو الضغوط كيتزادوا على وئام التحماني، وما بقاتش كتبان بزاف لا في البرامج ولا في اللقاءات ولا حتى في الأعمال الفنية. فقررت أنها ترجع للوسط الفني بشكل قوي وبدون مساعدات من أي أحد، عن طريق أنها تنتج مسلسل وتكون هي البطلة فيه، وتفرض نفسها على الوسط الفني وما تكونش تحت رحمة أي مخرج ولا منتج. وفعلا بدأت في تصوير حلقات هذا المسلسل اللي سميته العشق في أبو ظبي، وتحولات من دبي لأبو ظبي، واكترات شقة فندقية حتى يكمل تصوير طبعا المسلسل. ولكن للأسف المسلسل لم يرى النور ولم يكتمل. وفي ليلة 22/4/2018 وئام التحماني ما جاتش للتصوير ديك الليلة، وما كتجاوبش على المكالمات الهاتفية، الحاجة اللي كانت غريبة على طاقم التصوير والمخرج. وحتى على مواقعها في التواصل الاجتماعي ما كان عندها حتى نشاط ذاك النهار، خصوصا أنها هي كانت معروفة بإدمانها ونشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي. فلما راح طاقم العمل والمخرج لشقتها ودقوا عليها فما كانتش كتجاوب، فعلا ما كانتش كتجاوبهم وئام التحماني، فاضطروا يعيطوا لرجال الشرطة. وفعلا جاءوا رجال الشرطة الإماراتية
وكذلك الإسعاف اللي غاديين يكتشفوا أن وئام ميتة على أرضية غرفة النوم ديالها. دا وئام التحماني للمستشفى، وتأكد خبر وفاتها عبر الصحافة والإعلام في ظروف جد غامضة. وحسب تقرير الطب الشرعي قالوا أن وئام ماتت بسكتة قلبية لأسباب غير معروفة. هنا بداو رجال الشرطة في التحقيق، وأول حاجة انطلقوا منها هي كاميرات مراقبة المبنى السكني اللي كانت فيه وئام التحماني. وفعلا بعد تفريغ الكاميرات تبين لهم أن واحد المرأة كانت منقبة جات عند وئام بنفس يوم الوفاة ديالها، دقات عليها الباب، وفعلا وئام حلات ليها الباب ودخلات وبقات معها شي ساعة إلى ساعة ونصف، ومن بعد خرجات هاد السيدة كتجري، وكان باين عليها التوتر والقلق والخوف. ولكن للأسف رجال الشرطة متمكنوش من معرفة شكون هي المرأة المنقبة اللي جات عند وئام التحماني. وبعد فترة تسد الملف على أساس أن وئام التحماني توفات بسبب سكتة قلبية. وفي سنة 2020 غادي تقلب كل الموازين بسبب حساب حمزة مونبيبي. هذا الحساب اللي كان موقع على انستغرام، وكان كيفضح وكيشوه وكيبتز مشهورات من المغرب ومن دول الخليج. وبقات هوية صاحب أو أصحاب الحساب مجهولة حتى دخلت الشرطة المغربية على الخط وقدرات توصل للفاعلين أو لا لأصحاب الحساب، واللي كانت صدمة كبيرة. فأصحاب الحساب هما كانوا 4 الأشخاص: مغنية معروفة في المغرب، والأخت ديالها، وجوج ديال الفلوغرز، وحدة من المغرب والثانية كتعيش في الإمارات، وهي اللي كانت صديقة جد مقربة من المرحومة وئام التحماني. وكيف ما ذكرنا قبل، فوئام التحماني كانت دائما كتقول في لقاءاتها الصحفية أن البعض من صديقاتها وصديقتها المقربات باغيين يجروها للدعارة الراقية، ومن بعد يبتزوها ويهددوها بصور أو فيديوهات. فبعد فترة من كل هاد الوقائع كيبان واحد الشخص جد مشهور في لبنان وكيخرج بتصريح خطير على حسابه انستغرام. المفاد ديال التصريح أن وئام التحماني ماتت مخنوقة، وهاد الهضرة من مصادر موثوقة وعنده أدلة صادمة وغادي ينشرها عما قريب. ولكن وللأسف وبعد فترة قصيرة من هذا المنشور، فهاد الشخص كيتلقى ميت بالشقة ديالو وحتى هو بسكتة قلبية. فهنا كتطرح بزاف ديال الأسئلة وبزاف ديال علامات الاستفهام حول هذا القاتل، أو لا حول من هو القاتل الخفي اللي قتلهم بنفس الطريقة بلا ما يخلي حتى دليل إدانة وراه. فكانت هذه قصة اليوم، قصة وئام التحماني الحزينة جدا واللي الكل تأثر بها للأسف. فخليوا لي تعاليقكم على القضية، وشنو كتعتقدوا أنه وقع، شنو يعني كتعتقدوا أنه يكون وقع الوئام التحماني. وشكرا جزيلا على المتابعة طبعا وعلى الدعم ديالكم. نشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.